الفيديو السادس من فيديوهات الذكاء الاصطناعي بكانفا، وهي تحويل الرسم لصوره. يعني ايه؟ انت بترسم بايديك بتتحول لصوره. طب ما تيجي نشوف، يلا بينا يلا بينا. ازاي احول الرسم بخط ايدي لصوره حقيقيه؟ الموضوع سهل وبسيط. هدخل على كانفا اللي احنا شغالين عليه على الابلكيشن، واروح على الثلاث شروط اللي فوق، وابدا اروح على كلمه التطبيقات الخاصه بينا. اروح على جميع التطبيقات وابدا ابحث عن سكتش. لو رحنا على علامه البحث هبدا ابحث عن سكتش. مثلا خلينا في سكتش تو لايف. تمام. هتلاقي تطبيقات كتير جدا، خلينا نختار اول واحده. كل عليها هبدا ادوس الاستخدام في تصميم جديد. هبدا اختار مثلا تخصيص الحجم، هبدا اختار مثلا حجم 500 او 800 في 800، اي مقاس انت عايزه. تمام. ابدا ادوس على ابتكار، بدا يحدد لي حجم الصوره تلقائيا. هيبدا يفتح الابلكيشن معايا. كل اللي عليا ان انا هروح هنا كده وابدا اكتب. تمام. يعني مثلا خلينا مثلا نكتب عبد الرحمن اهو، الامضه بتاعتي اهو، مضيت اهو. بعد ما كتبت، طب انا عايز امسح مثلا، هبدا ادوس على كلمه كلير. خلينا نكتب مثلا عبد الرحمن كويس اهو، عبد الرحمن، وكتبت حلو. وهبدا اقول هنا لوجو، اكتب له بس كلمه دلاليه ان ده لوجو، مش مثلا منزل او حيوان او انسان او اي حاجه. هبدوس على كلمه جنريت، بيبدا يعمل لي اللوجو معايا في ثواني. اي حاجه بقى انت عايزها، اي صوره انت تتخيلها ارسمها بايديك واكتب له بس وصف تعريفي عن الصوره، يبدا يعمل لي جنريت. زي ما انت شايف تخيل لي شكل اللوجو بتاعي بالظبط اهو، الى حد ما نفس اللوجو رسموه لي اهو. نفس الكلام، انت اي حاجه عايز تعملها بتطلع بس دي لفوق، بتسحبها لفوق بصباعك كده، تبدا تدوس على كلمه كلير عشان تكتب بنظافه. وبكده نكون عرفنا ازاي تحول الرسم الخاص بيك لصوره حقيقيه. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت وراك، وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتشوف الفيديوهات اللي جايه. سلام.